بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم جميعا يا رب. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو سمك كده تحفه، مرجان. اللي عارفه اكتب لنا في التعليقات. سمك المرجان ده من احب الاسماك على قلبي، تحفه كاني باكل جمبري بالظبط. طبعا انا غسلته ونقعته في دقيق وليمون وملح، وبعد كده تبلته بتوم وكمون وبودرة زعفران والدقة اللي احنا بنعملها وليمون والثوم بتاعنا المهروس برضو جاهز، كل حاجة جاهزة، خلصنا على طول. وليمون بقى حلو قوي على قد ما تقدري، مثلا احصري كده ليمونتين 3. تحفة. السمك ده خطير يا جماعة، مرجان خطير بجد، طعمه حكاية. سمك مرجان حكاية حكاية حكاية. وعملنا رز احمر اهو، بصوا الجمال، والدقيق اهو اللي احنا هنبدر فيه. وعملنا سلطة خضراء وعملنا كابوريا. بصوا الكابوريا وجمالها اهي، ما شاء الله. اوريها لكم، تحفة بجد. بصوا اكلتنا النهاردة رائعة. الكابوريا دي بنعملها ازاي؟ بنغسلها كويس جدا وننقعها في ليمون ودقيق برضو وملح، وبعدين نشطفها كويس ونصفيها ونقطع بصلايه وفلفل اخضر او الوان وطماطمايه وندعكهم كده مع بعض بكمون وليمون وتوم والدقه بتاعتنا الجميله، ونقلبهم في بعض ونحطها على النار تاخد اللون الجميل ده، ونقلبهم في بعض على النار، وبالظبط ما بتاخدش 10 دقايق وبنطفي عليها. بصوا الجمال، تحفه بجد. وهنا السلطه الخضراء بتاعتنا الجميله اهي. وهنحط بقى السمك بتاعنا في الدقيق اهو. عايزه تحطي نشا لو عايزاه مقرمش، بس عموما يعني السمك ده اي شنشله كده بحب اجيبها، بحبها تبقى ايه، جوس كده طريه شويه. قدري السمك حلو قوي بالدقيق اهو. نعمل كميه كويسه ونروح بيها على النار. طبعا انا عامله معاكم قبل كده السمك وعامله معاكم السلطه، سوري معلش، عامله الرز الاحمر ده الجميل البني بتاع السمك، وقبل كده عملت معاكم الاحمر مع السمك المقلي البلطي. انا من عشاق الاسماك يا جماعه، والجمبري والكلام ده. الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر، الله اعظم. هرجع لكم تاني. السمك بتاعنا بعد ما الزيت سخن مع السطح بقى، واجواء السطح الجميله اهو. هوريكم دلوقتي. السمك هايله هايله جدا. بقى السطح وجماله اهو، بصوا الجمال. عملنا مطبخنا على السطح اهو. هنحط بقى سمك تاني، طلع السمك في مصفى دايما. بصوا اللون بتاع السمك عامل ازاي، بصوا من جوه قشطه. ده تومه، مش بقول حاجه تانية. بصوا توم، ان هو من جوه قشطه. احلى غسيل سمك واحلى نظافه سمك تاكلوها من ايدي بجد. ريحه السمك يا جماعه فظيعه. التليفونات دي ما تطلعش الروايح بتاعت الاكل دي بجد. هحاول احط
قلت لكم احط التليفون على الرنج كده عشان الصوره تبقى ايه تمام. بصوا السمك تحفه بجد، كانك بتاكلي جمبري. اوعي تشوفي مرجان ده في السوق ومش تجيبيه. بصوا الجمال، اوعي تشوفي مرجان ده في السوق ومش تجيبيه. بصي القشطه قشطه تحفه بجد. بصوا عامل ازاي، مخدش وقت صراحه، رائع. يعني اوعي كده تشوفيه قدامك في السوق عند بتاع السمك ومش تجيبيه، لا خالص. حلوه قوي. طعمه روعه، انا مش بستنى بقى فاكره اول ما يطلع من على النار. ان شاء الله السمك ده حلو قوي يا بنات. بصوا ابيض قشطه ازاي. الله على الجمال بجد. حلو جدا وما بياخدش وقت. ما بياخدش وقت ولا بياخد مجهود. حتى على النار بيستوي على طول. بصوا نقلب اهو. كمان الريحه قلبة الدنيا يا بنات. ريحه السمك حلوه قوي وانا بقليه. بالراحه بقى عشان مش بيستحمل، عامل زي الجمبري بالظبط. هنطلع بقى السمك اهو. زي ما قلت لكم انا مش بحبه يتنشف عليه، بس انا احس ان انا ايه باكل لحم. استحمل. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه بجد. شايفين؟ ايه رايكم؟ كهرمان بجد مش سمك. بجد رائع السمك ده يا بنات. مفيد جدا لولادكم، مفيد قوي. حلو. ده من اروع انواع الاسماك بالنسبه لي بجد. المرجان من اروع انواع الاسماك بالنسبه لي. بحب اعمله وبحب اكله يعني لانه سهل. كمان بصوا اكلتنا الجميله النهارده خلصت ازاي. بصوا الجمال،
بصوا الحلاوه، ايه رايكم؟ بصوا الكابوريا تحفه، ايه رايكم؟ ولا اروع من كده. بصوا الجمال. الف هنا وصحه لكل اللي هياكل. مش تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. صلوا على النبي.